PP1V8S2 ده خط تغذية وصلنا، او الديزاينر موصل عليه مقاومات على التوازي، قيمة كل واحدة منهم 100 كيلو اوم، قيمة كبيرة، وموصلهم بخطين إشارة. فوظيفة المقاومات دي هنا إعاقة شدة التيار الكهربي. فيجي فني يشيل المقاومة دي ويقولك خلاص ملهاش لازمة. طب ما حضرتك كده عطلت خط الإشارة، هي دي وصلة توازي، بس لو اتشالت التغذية مش هتوصل لخط الإشارة، فبالتالي خط الإشارة وقف. وخط الإشارة ده إما إنه بينقل بيانات أو إما إنه بيتحكم في وظيفة. فلو أنا جيت شلت المقاومة دي فخط الإشارة عطل، خط التغذية ما حصلوش حاجة، خط الإشارة هو اللي عطل. لو أنا جيت شلت المقاومة دي وقفلت مكانها بسلك، عوضت مكانها بسلك، إيه اللي هيحصل؟ إن جهد 1.8 بتاع خط التغذية PP1V8S2 هيمشي في خط الإشارة جهد وتيار عالي، وخط الإشارة غير معد لاستقبال التيار العالي ده. فإيه اللي هيحصل؟ إما إن الخط جوه البوردة نفسه هيتحرق، وإما إن الأي سي اللي بيستقبل خط الإشارة ده هيتلف. ولو هو معالج بالسلامة، المعالج حساس جدا في خطوط الإشارة بالنسبة للتيار. فالمقاومات دي ما ينفعش تقفل مكانها بسلك، المقاومات دي ما ينفعش نستغنى عنها، المقاومات دي لازم لو تلفت واحدة فيهم أو الاتنين لازم يستبدلوا بمقاومات بنفس القيمة. إمتى أقدر أستبدل المقاومة بحتة سلكة؟ في حالة واحدة، إنها كانت 0 أوم، وما بعملش كده إلا لو أنا مش لاقي مقاومة 0 أوم أحطها. ليه؟ المقاومة 0 أوم دي زي الفيوز، لو مر فيها تيار عالي يحرقها عشان تحمي الدايرة اللي وراها. لما انا باجي بحط حتة سلك مكانها، حتة السلك دي انا ما اقدرش اقول هي تستحمل تيار قد ايه، فممكن يعدي من خلالها تيار اعلى من الدايرة دي محتاجاه. في حالة مثلا شورت في الدايرة او تسريب في الدايرة، يمر في خلال جوه المقاومة تيار عالي، فالمقاومة تتحرق. لو انا بقى حاطط سلك، ممكن السلك ده يستحمل، او القصدير، الناس بتقفل بالقصدير وده خطر جدا وغلط جدا. مش هيفك القصدير لو عدى فيه تيار ايه هيعدي مش هيتقطع. فالتيار العالي ده هيخش يدمر الدايره،